وعلى شعوب المنطقة إدراك ما تخطط له الدولة التركية وحكومة إقليم كردستان وعلى رأسهم آل البرزاني، وأنهم يريدون إتمام مؤامرتهم الدنيئة التي بدأوها منذ عام 1998 عندما خططوا لاعتقال القائد عبد الله أوجلان في شخصه. فهم يستهدفون إرادة الشعوب، والآن هم يستهدفون النساء اللواتي لا يقبلن بالظلم والاستعباد من قبل السلطات والذهنيات الذكورية، ولأنهم يخافون من إرادة المرأة الحرة فزادت اغتيالاتهم للرفيقات الناشطات والمناضلات، لأن حرية المرأة هي نواة حرية المجتمعات. لذا ندين ونستنكر استهداف النساء أينما كانوا، وآخرها كان استهداف جينا أميني وزينب صاروخان، واليوم يستهدفون الناشطة الحقوقية المناضلة ناجهان أكارسال في باشور كردستان. فنداءنا للمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن أن يضغطوا على هذه الحكومات الفاشية للتوقف عن قتل المرأة، لأن المرأة هي الحياة، وكلنا جنى وكلنا زينب وكلنا